طب يا جماعة، بس عشان نبقى متفقين كده، مفيش حاجة اسمها شخص متقدم لي وعايز أعرف إذا كان يصلح للزواج ولا لأ. السؤال ده بيجيلي كتير جدا، والحقيقة اللي أنا استغربت له إن في كتير من الزملاء بيقولوا إن هذا الشخص لا يصلح من الزواج، ده من وجهة نظره من خلال تحليله لعلم الفراسة في هذا الجانب يعني. فتوضيحا بس للنقطة دي سريعا، مفيش حاجة اسمها إن أقدر أحكم من الفراسة بشكل كامل 100% ان هذا الشخص لا يصلح للزواج. ولكن انا كايهاب الغرباوي دايما بقول يا جماعه استخيروا، هي الاستخاره هي الدليل، لان الشخصيه بتتعدل والشخصيه بتتغير. فاذا كان في ملمح سيء دلوقتي، يقدر هذا الملمح يتغير وشخصيته كمان تتغير للاحسن. والكلام ده مهم جدا، لازم الناس تكون عارفاه. ولو انت بقى اول مره بتشوفني مش عارف انا بتكلم عن ايه، فتقدر دلوقتي تعمل سبسكرايب للقناه دي وتشترك وتفعل زر الجرس عشان تتعلم اكتر عن علم التحليل النفسي.